ما هو أنا يعني إيه واعي، أو يعني إيه حد بقى عنده وعي؟ هو كلنا عندنا وعي، بس كل حد عنده سعة. يعني في واحد وعيه جسمه، أنا بعي يعني أنا بشوفني عبارة عن هذا الجسم اللي ماشي. في حد وعيه اتسع أكتر فشاف إن هو لأ، ده أنا جسم ومشاعر وأفكار. وفي حد وعيه أوسع وأوسع وأوسع، وكل واحد على قدر وعيه. فكل ما الوعي بيتسع، كل لما إدراكك بيتسع، كل لما الحياة بتكون عندك أسهل، أبسط، بتيسري أكثر لليسرى. لأنك بتخشي. إحنا مطلوب مننا على فكرة عملية توسع الوعي ده، لأن في عندنا آية ربنا بيقول لنا: كونوا ربانيين. يعني إيه كونوا ربانيين؟ يعني في آية عظيمة جدا: ربنا وسعت كل شيء. فكل أنا لما أقدر أعي، يعني الوعي عامل زي الوعاء كده، إني أنا بعي هذا الأمر، يعني أحط بيه، وبقى بعد ما كان الشيء ده بره بقى جوه وأنا قادر أحتويه. فوعي بيتسع. فأنا الأول كان آخري بعرف أسع الناس الطيبة والهادية والجميلة. دلوقتي بقيت أسع الناس كمان اللي بتتعصب وبتتنرفز، أسع إن هم ينفع يكونوا موجودين بس ما لهمش تأثير عليا بشكل أو بآخر. لكن الأول كنت بهرب لأني وعي قد كده، فأي حد بيخبط فيا بطلع أجري. لكن كل ما بتسع 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 بتسع، فإدراكك وسعتك ووعيك بقى أكبر، فقدرتي تدركي أشياء الآخر ممكن لسه لم يدركها، لأنه لسه ما مرش في المرحلة